اول بقى حاجه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن معتمد جمال، انت سبب التعادل. انت سبب التعادل النهارده لانك بادئ بتشكيل غلط. بادئ بتشكيل انا مش فاهم انت ابتديت بيه ازاي. يعني من امتى احنا بنلعب الجزيري معانا في الموسم ده؟ انتوا افتكروا لي كام ماتش كده الجزيري لعب اساسي؟ امتى لعب اساسي؟ انت شايف يا جماعه؟ انتوا شايفين عامل ازاي؟ لا عارف يستلي ولا عارف يباص ولا عارف يقف ولا عارف يتحرك ولا عارف حتى يعمل اي حاجه. شوف وزنه يا اخي، شوف وزنه عامل ازاي. ولا ربيع ده كمان. ربيع عمال يخبط في اي حاجه ومش عارف يرجع ولا عارف يطلع ولا عارف يهاجم ولا عارف يعمل اي حاجه. هو مستواه وحش، ما يليقش بنادي الزمالك من الاخر عشان نخلص بقى. تمام. زي برضو ما احمد شريف ما يليقش بنادي الزمالك. في ناس كده ما ينفعش تتكلم معانا الموسم الجاي. الكلام ده ما ينفعش اقوله دلوقتي، بس خلاص بقى خلاص بقى، ما هو الدوري بيضيع اهو. قال لا. دي اول حاجه. تاني حاجه، يعني احنا ابتدينا الشوط اول ما استغلناش 45 دقيقه. ما فيش 45 دقيقه، احنا مش موجودين اساسا، ما فيش شخصيه. الزمالك ما عندوش شخصيه. الشوط الاول مش موجود اساسا يا عم. المفروض انا اكون نازل من اول دقيقه، نازل ومركز وبالتشكيل بتاعي الصح وعارف ان هدفي ايه. يعني الشوط الثاني احنا عملنا دوت المفروض كان الشوط الاولاني وش كده، وش من غير تفكير. انا عارف هدفي يا باشا، انا عارف هدفي، انا عاوز الدوري. دول عايزين ايه؟ انبي ده عايز ايه؟ ده عايز شويه فلوس، انما انا عايز الدوري. فالمفروض من اول دقيقه نازل اغل، اجيب واحد واثنين وثلاثه. ما انتوا شفتوا الشوط الثاني عاملين ازاي؟ فرقه ضايعه بالاخر، وضيعنا كام جول. تعالوا بقى للشوط الثاني. الشوط الاول خلص، ضيعنا 45 دقيقه صح. الشوط يحصل ايه؟ لعب الطبيعي. كابتن معتمد جمال نزل فتوح ومين واسمه منسي. تمام. لعبنا كويس في كوره، بنضيع فرص اللي احنا كنا المفروض نعمله في الشوط الاولاني. عمال نضيع فرص ولاعيبه خايفه وتحس ان في خوف رهيب. خوف من اول الشوط الاولاني، خوف وقلق في ايه؟ مكهربينها ليه الدنيا؟ ما فرقه سهله تافهه اهي، مفيش منها حاجه. بتصعبوا الدنيا ليه؟ تعالوا بقى للشوط الثاني والكارثه اللي حصلت فيه. مين بقى؟ كابتن معتمد جمال شغل دماغه وقال لك انا هطلع مين؟ خوان بتزيرا. خوان بتزيرا اللي هو اصلا بيصنع لك من نص فرصه، من ربع فرصه، من اي فرصه. حتى لو كنت يعني لو كان اداؤه النهارده سيء يا اخي، حتى لو ضيع لك جول ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10 ولا 100، بتطلعه ليه؟ ده الوحيد اللي قادر يغير لك الماتش. ما انت طلعت عبد الله السعيد خلاص. تمام. مين عندك تاني قادر ان هو يغير لك الماتش غيره؟ هو خوان بتزيرا. هو السبب اللي انت فيه دلوقتي حاليا. بتطلعه في اخر 10 دقائق وهو قادر من نص فرصه في اخر ثانيه حتى من الماتش، قادر ان هو يغير لك الماتش. ده ما يطلعش، ده ما يطلعش. لما يكون عندك واحد جوهره في نص في الملعب بتاعك وده غيرها، يبقى انت مدرب. مش عايز اقول بقى، مش عايز اقول. انت سايب مين في الملعب؟ مين عنده شخصيه في الملعب غيره؟ ده هو من الناس عندها شخصيه. ده هو من اللعيبه اللي عندها شخصيه، اللي قادر يغيرك من ياخد لك الكره من دفاعك للهجوم، من الدفاع للهجوم. مين عندك غيره؟ مين؟ شيكوبانزا النهارده ما كانش وحش، ما كانش وحش، بس هو ما عندوش شخصيه البطوله. لعيب ني من الاخر، لعيب ني مش في دماغه. عادي اخسر يا عم، تخش تولع عادي. كان النهارده مش وحش، بس النهارده هو ما عندوش شخصيه البطوله، ما عندوش شخصيه الزمالك يا اخي. فطلع خوان بتزيرا. تعبت مين بقى؟ تعبت مين؟ بعد ما خرج دنيا خلاص. خلاص بقى عادي، اي هبل ارفع شوط. عبط بقى، عبط وفرص بتضيع وكرات هايفه مش عارف ايه ومش عارف مين يعملها بالهيد في اي كوره في اي هلس. مفيش كوره. حتى الكوره بتتعمل ارضيه، اي حد بيحط بدماغه عادي. طب ما تسيبها يا عم. هو انت لو مش ضامن ان الكوره تخش بدماغك صح في الجون، ما تلعبهاش، ما تضيعش فرصه. زي حسام عبد المجيد كده، جات له كوره ولا كورتين برضه في الدماغ فوق اي حاجه. بتضيعوا الدوري على حاجات هايفه، على ماتش هايف. يعني انت دلوقتي ولا كانك عملت حاجه في ماتش بيراميدز، كانك بالظبط اتعادلت معاه. انتهت. كانك بالظبط اتعادلت مع بيراميدز. مفيش لوم للعيبه. خلاص ما ينفعش الوم حد. خلاص بقى، انتهت.
احنا المفروض ندعم الفتره الجايه، ولو عايزين تاخدوا الدوري لازم تفوزوا على الاهلي الماتش الجاي، سواء بقى النهارده كسب خسر عمل ان شاء الله، ماليش دعوه بالقصه دي كلها. لازم افوز على الاهلي الماتش الجاي ده لو عاوزين الدوري. بس كده، السلام عليكم.